فاكرين لما كنتوا فاكرين ان التضخم خلاص انتهى؟ للأسف لأ. دلوقتي أنا هنا علشان أقولك خبر ممكن يغير حياتك بنسبة 100%. عايز تعرف ازاي الذهب والفضة ممكن يكونوا طوق النجاة في الأزمة اللي جاية؟ استنى معايا للنهاية وصدقني هتلاقي نفسك بتشكرني انك اتفرجت على الفيديو ده. بس قبل ما نبدأ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، اعمل لايك واشترك في القناة ويلا نبدأ مع بعض. النهاردة هتكلم عن موضوع التضخم اللي العالم كله مستنيه. بيتر شيف الخبير الاقتصادي أعلنها بكل صراحة وقال إننا على عتاب موجة تضخم تاريخية، والأخطر الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي هم اللي هيساعدوا على كده. طب إيه اللي حصل؟ وإزاي الذهب هو الحل؟ خلينا نفك الشفرة دي مع بعض خطوة بخطوة. شيف كان بيقول على منصة إكس حاجة تخض. في آخر 8 شهور السلع الأساسية زي البترول والذهب والفضة زادت بنسبة 33% بالدولار و38% باليورو، وده أعلى مستوى في آخر 14 سنة. يعني التضخم مش بيرجع زي ما بيقولوا، ده جاي بسرعة الصاروخ. طب إيه اللي هيحصل؟ السلع هتفضل تغلى وقيمة الفلوس في جيبك هتقل. طيب يا ترى إيه الحل؟ شيف بيقول لو بتدور على ملاذ آمن السندات مش هتكون اختيارك الصح. الذهب والفضة هما الحل الحقيقي. تخيل كده كل ما التضخم يزيد قيمة الذهب والفضة بتزيد معاه، وده مش كلامي، ده كلام بنك جولدمان ساكس كمان اللي متوقع ان سعر الأوقية يوصل ل $3000 في آخر 2025. وكمان روبرت كيوساكي مؤلف كتاب الأب الغني والأب الفقير بيقول ان رئاسة دونالد ترامب الجديدة ممكن تخلي الذهب يوصل ل $3300 في أغسطس 2025. يعني ده مش مجرد تخمين، ده واقع بيتشكل قدامنا. واوعى تفكر في البيتكوين كبديل. شيف قالها بصراحة، البيتكوين مش الملاذ الآمن الحقيقي، إنما الذهب هو الحل. ليه؟ لأن البيتكوين متقلب بشكل مرعب ومفيش ضمانات إنه يزيد مع التضخم، إنما الذهب تاريخه بيتكلم عن نفسه. وغير كده كمان الأزمات زي حرائق كاليفورنيا زادت الطينة بلة. الحرائق دي بتضغط على الاقتصاد الأمريكي بشكل مش معقول. شركات التأمين بتبيع أصولها وأقساط التأمين بتزيد، وكل ده بيزود العجز الأمريكي. يعني الوضع هيبقى أسوأ لو مفيش تحركات سريعة. كل اللي قلته ده مش مجرد كلام، دي إشارات واضحة إننا محتاجين نستعد من دلوقتي. عايز تنقذ فلوسك فكر في الذهب والفضة بجدية، دي مش رفاهية، ده أمان لمستقبلك ومستقبل عيلتك. قبل ما أقفل، لو عجبك الفيديو ده متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان ما يفوتكش أي جديد، واعمل شير للفيديو علشان تفيد غيرك. ولو محتاج أي استشارة ما تترددش، أنا هنا علشانك. فاكر الفيديو اللي قبل كده؟ اتفرج عليه، هتلاقيه قدامك دلوقتي على الشاشة. أنا بكلمك فيه على برضه موضوع مهم جدا أكيد هيفيدك، أو هتضيع على نفسك الفرصة دي. ونتقابل إن شاء الله أنا وأنت الفيديو اللي جاي. يلا سلام.